بنات حواء. مديحة يسري بتقول للراجل ده إن اللي هيدخل من الباب ده دلوقتي يعمل معاه الحركة اللي بتكسر الوسط. ولما بيسألها على السبب بتقول له إنه فسخ الخطوبة من غير أي سبب. ده خطبني وفسخ الخطوبه من غير اي سبب. طبعا هي قصدها على محمد فوزي، لكن لحظ إسماعيل ياسين إنه هو اللي بيدخل في الوقت ده. ومش بس كده، أول كلمة بيقولها أنا هفسخ الخطوبة. انا لازم افسخ الخطوبه. فالراجل بيفتكره هو الشخص المقصود وبيعملها معاه. بس هو بيطيره في الهوا، بيبان إن ده حد تاني غير إسماعيل ياسين، وإن في دوبلير جابوه لتنفيذ اللقطة دي. يا اخي مش هو ده اللي قلت لك اضربه. فعلا مش هو. The Last Boy Scout. محاصرين بروس ويلس من كل ناحية، وواحد منهم فاتح عليه صفوريا وكله معاه مسدسات. البت بتلحقه باللعبة فبيخاف عليها ويقول لهم طلعوا البت من الحكاية، فهم بقى بيصمموا يخلوها عشان يضغطوا عليه أكتر. بس البت طلعت مخنفراله مسدس جوه اللعبة. بروس ويلس بيفهم وبياخد منها اللعبة وبوم. بس الراجل اللي بيضرب عليه النار بيبان في وشه المكياج اللي بيفرقع من قبل ما الرصاصة تتضرب. مطاردة غرامية. في آخر الفيلم كل البنات اللي اتعرف عليهم فؤاد المهندس بيطلعوا وراه على النخلة. في المشهد ده بيظهر 3 أخطاء بتكشف الخدعة دي اتعملت ازاي. أول حاجة بنشوف إن شعرهم متدلدل في الاتجاه ده بدل ما يبقى لتحت وهو الوضع الطبيعي بسبب الجاذبية، يعني هم بيتسلقوا بوضع أفقي مش رأسي، والفيلم مقلوب 90 درجة. الخطأ التاني هو ظهور البلاتفورم الحقيقي اللي بيمشوا عليه، وجذع النخلة الديكور محطوط قدامه كأنه هو اللي بيمشوا عليه. تالت خطأ لما عبد المنعم مدبولي بيهز جذع النخلة من تحت بيبان الحاجة اللي ماسكة جذع النخلة الديكور وبتحركه. ده طبعا غير آخر لقطة اللي النخلة فيها بتميل يمين وشمال، اللي بيظهر فيها نخل مرة من الناحية اليمين ومرة من الشمال، وده لأن الكاميرا نفسها هي اللي بتميل. أمريكان سنايبر. الجنود الأمريكيين بيلموا عزلهم وبيركبوا بيفلقوا من القرية، والدنيا مقلوبة عليهم والناس عاملة مظاهرات بتقول برا برا أمريكا. وفعلا العربيات بتطلع بيهم، بس في الكادر ده بيظهر جزء من جسم واحد كومبارس من اللي لابسين زي الجيش الأمريكي واقف عادي. عسل اسود. احمد حلمي او مصري بيقول في المشهد ده ان سعيد عنده 30 سنة ولسه عايش مع امه. سعيد عنده 30 سنة لسه قاعد مع بس سعيد عنده 39 سنة مش 30 سنة. هنا لما كان سعيد بيضمنه عشان يطلع بطاقة مصري بيتريق على صورته في البطاقة، وبتيجي البطاقة في الكادر وبنشوف سنة ميلاد سعيد هي 70، وأحداث الفيلم كانت معاصرة للسنة اللي اتعرض فيها الفيلم وهي سنة 2009. حتى هنا بيظهر في الجورنان اللي بيقلاه مصري في أول الفيلم خبر بناء رجل الأعمال السويسري الغير مسلم مأذنة فوق شركته، وده حصل سنة 2009. هاري بوتر والفيلوسوفر ستون. هاري بوتر عايش مع خالته القرشانة وجوزها وابنهم الغتت، بيعاملوه معاملة زي وشهم وبيشغلوه مرمطون في البيت. خالته وهي بتقوله يجهز الأكل بيبان تحت لبسها واير ملزوق ببلاستر في جسمها. زي المرشدين اللي الحكومة بتخلي ناس تسجل لمجرمين بره كده، بس ده كابل المايك اللي متوصل بالترانسميتر، بس هم حطوه في حتة غريبة شوية. أزواج في ورطة. الراجل بيوهمهم إنه هيوديهم عن أجوازهم، بس في الحقيقة هو بيخطفهم وبيجيبهم المكان ده. سناء يونس بتجيب حاجة عشان تضربه، فبتلاقي حاجة جنبها اللي هي من شكلها المفروض قالب طوب. لما بتمسكه بيقع من إيدها فبتلقطه بسرعة، فبيبان إنه مش أكتر من حتة فوم، وكمان في الآخر حتة منه بتتقطع في إيدها. The Black Phone. من ضمن محاولات الولد إنه يهرب من الأوضة اللي الراجل حبسه فيها بيحاول يعمل فتحة في الحيطة اللي الناحية التانية منه تلاجة بناء على نصيحة واحد من أشباح الضحايا بتاعة الراجل اللي خطفه. والطريقة اللي بيعمل بيها الفتحة دي إنه بياخد غطا السيفون ويكسر بيها الحيطة لحد ما فعلا بيعمل بيها فتحة، بس ده غير منطقي بالمرة.
من أول خبطة وغطى السيفون كان هيتجاب حتتين. دعاء الكروان، واللي خدت بالها من الخطأ ده وبعتته منوعات مع حنان. لما أحمد مظهر جه مع أهله وقعد في الصالون، رجاء الجداوي كانت فرحانة وبتبص عليهم من فتحة المفتاح، بتجيب الصالون كله من الشمال لليمين لحد أحمد مظهر، كل ده من فتحة المفتاح في الباب، وكأنها خلعت الباب من مكانه ولفت بيه. هيلبيلي إليجي، المشهد اللي فيه جي دي فانز بيبص في تكاليف الدراسة في الكلية وبيتصدم بكل الآلافات اللي لقاها في الورقة. بنلاقي حاجة تانية في الورقة، بس مش بتصدمه هو المرة دي، لكن بتصدمنا إحنا. الورقة اللي هي مفروض رسمية مكتوب فيها خطأ إملائي، مكتوب housing category off campus housing، بس category مكتوبة category. مطعم صناعي. أحمد حلمي بيدخل عليهم الشركة وهو عامل نفسه متضايق، وبيقول لهم بيأس العملية خلاص والدفعة خلاص. لكن هو عامل لهم مفاجأة، وفي الآخر بيقول لهم الدفعة هتتشحن بكرة يا جماعة. الدفعة هتتشحن بكرة الصبح يا جماعة. بس هم بيعملوا رد فعل قبل ما يعرفوا فيه إيه. الدفعة خلاص. الدفعة هتتشحن بكرة الصبح يا جماعة. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك، ولو عايزين تشوفوا أخطاء أفلام تانية ما تنسوش تعملوا سبسكرايب.